السلام عليكم. أجاني اتصال والآن مع الغروب بدي أطلع إلى عروس الشمال، شمال الأردن، محافظة إربد. حنقطع 400 إلى 500 كيلو ذهاب وإياب، لأنه لقينا السلالة اللي إلي فترة بدور عليها. إيش هاي السلالة وشو ميزاتها وين بلادها وكيف منظرها؟ إن شاء الله برحلة اليوم بنحصلها وبتصير من ضمن مجموعة الحجل اللي عندي، السلالات النادرة، إنه هاي السلالة نادرة جدا. بنحكي لكم عنها. جهزنا القفص، نروح نشتريها ونيجي. عليك صلى الله يا خير خلق الله. طبعا الحمد لله وصلنا عروس الشمال إربد عند هالزلمة الفاضل. لقينا هاي السلالة اللي بندور عليها، طلعوا ما أجملها. هاي كانت عندي أنا من 3 سنوات، ربيتها وسبحان الله راحت، وهي رجعت يعني من جديد إن شاء الله حصلها حتى تكون من ضمن مجموعتنا. فإيش هاي السلالة وإيش خصائصها وين بلادها، كله هاي إن شاء الله حنحكي لكم عنها في تصوير يكون أوضح من هيك في النهار إن شاء الله. حط أنت يوسف، حط أنت. الله يبارك لك يا أبي عبيدة. الله يبارك لك يا أبي. الله يبارك لك. بلاخمن عشان ننقصر. روح الثاني. إن شاء الله يا أبو عبيدة تشوف على وجهنا الخير يا رب. هذا العم أبو نديم اللي أخذنا منه الحجل الإسباني، وصديقي تامر اللي دلنا على هالرجال، كنت موسع. الله يبارك فيك وما قصرت، وشكرا لك، وبهنيك على هالقعدة الحلوة يعني والحواية الطيبة. الله يبارك لك إن شاء الله. إن شاء الله تشوف على وجهنا الخير ونطلع منهن سلالة حلوة إن شاء الله. الله يبارك لك يا سيدي. تسلم، الله يبارك فيك. يوسف الابن لأبو نديم الله يحفظه، بقول له افتح قناة يا أبو عبيدة، طلع بيعرفها من أصغر المتابعين. يعني متابع القناة يوسف؟ تحب الحجل؟ سبحان الله كيف. فسبحان الله الواحد بنبسط يعني انك تيجي تحكي مع شاب صغير تقول له والله هاي القناة هاي تهتم في الطيور وتبر الاشياء، لو بفاجئك يقول لك اصلا انا شفتها يعني ومتابعك. يعني هي مجرد انه انت توصل رسالة للناس والمجتمع، رسالة بمحتوى هادف مختلف الفئات العمرية 100%. هي محتوى هادف ان شاء الله تكون لها دور. نعم. بسم الله. يا هلا يا هلا، مرحبا بالسلالة الجديدة. طبعا الآن بدنا نحكي لكم شو اللي رايحين نسويه مع هذه السلالة الجديدة. طبعا الآن أول خطوة لازم أتخذها عند إحضاري مجموعة من الطيور من خارج القطيع تبعي، إني أعزلها في مكان بعيد عن قطيع طيور القديمة. فأول شغلة عزلتهن أنا في هذا المكان لمدة أسبوع إلى 10 أيام، بحيث أتأكد من خلو الطير من أي أمراض أو من أي وجود طفيليات على جسمه. إيش لازم أساوي بعد ما أعزله لأسبوع ل10 أيام في هذا المكان لوحده؟ خليني أوريكم كمان. طيب الآن أول خطوة بسويها يا جماعة إني أنا بعطي الطير مسحوق تعفير، عبارة عن مبيد حشري لطارد الحشرات. إذا على الطير في فاش أو بق أو قراد لا قدر الله، باجي أنا بعفر الطير بحيث إنه أتأكد من خلوه من أي حشرات موجودة في الريش. وراح أوريكم كيف الخطوات لازم نسويها. ثاني خطوة إني أنا بعطيه طارد الديدان، بحيث إذا عنده مشاكل معوية أتخلص منها، بعطيه جرعة لمدة 2 يومين وبعيدين بعد 14 يوم. ثالث خطوة بعزز الطير بمجموعة الفيتامينات بحيث يأخذ نشاط وقوة في نموه ويكمل عندي بصحة وعافية. بعد هيك أنت إذا ثبت سلامة القطيع اللي اشتريته أنت أنه سليم ما في شيء، بإمكانك تدمجه مع طيورك بكل أريحية، لكن ضمن الإجراء الوقائي، يعني 17 أيام تتبع للطير من خلو الأمراض. خلينا نشتغل الخطوات العملية، وعشان بعد هيك أحكي لكم عن الإسباني شوي. طبعا هاي المية حطيت فيها فيتامينات وخلص صارت جاهزة تمام، وحطيت فيها توا طارد الديدان. انت بامكانك تحط الدواء لمدة 2 يومين وبعدين ترجع تحط الفيتامينات لمدة 4 أيام متواصلة. الآن بيجي عندنا خطوة تعفير الطيور. حمسك طير وحعفره وأوريكم كيف. هذا الطير شايفينه
شوف ما شاء الله ما أجمله هذا الطير بجنن. هذه الآن بمسك المادة التعفير وبرش عليه تحت جنحانه، تمام زي هيك. ومن فوق هيك أنا هيك هاي باقي إيدي عفرت الطير بالكامل، تمام. أهم شيء تقربش عينيه، هذا أصلا السيفتي فيه عالي جدا. أنا هذا التعفير أي حشرات موجودة بجسمه بقضي عليها، لأنه أنت في حشرات ممكن تشوفها ممكن لا. طبعا ليش يعني أنا موضوع الحشرات حريص؟ لأنه في أغلب الطفيليات تمتص دم الطير تتغذى عليه، فسرعان ما تشوف طيرك بعد فترة بهزل وبضعف وبتخسر. يلا روح نشوف اللي بعده. نعيما حمام. وأنا على طول يعني كسبت الوقت، أول ما روحت من دوامي على طول ما غيرتش طلعت عليهن أخلص الإجراء وأنزل. يلا روح. جاي. قلنا خلنا نعملنا كاسة شاي عشان على الرايق نشرح لكم شوي عن السلالة الجديدة. وهي رجع القفص اللي رحنا فيه فاضي ورجعنا فيه الطير اللي بدنا اياه. ايش هاي السلالة وايش خصائصها؟ وين بلادها؟ كم بتنتج بيض؟ خليني احكي لكم عنها. يلا شوي شوي عشان ما يطيروا. حذر هذا بطال مش. شوف الآن هون شوفوا تبارك الله أجمل هذا الطير. هذا الطير يسمى الحجل الإسباني. طلعوا يا جماعة على أولا نتعرف على منظر. شوفوا كيف الطوق الأبيض كامل وجاي سواد وطلعوا النقاط على صدره. هذا يشبه نوعا ما الطير البربري، لكن لونه أغمق بيجي. جناحه من تحت صح زي طير بلاد الشام، لكن لا بيختلف، قريب إلى البربري. طبعا أكيد لازم يكون قريب إلى البربري، لأنه هذا الطير هو اسمه حجل إسباني، يعني بلاد إسبانيا، هذيك البلاد الأوروبية الغربية. هذا الطير من هناك أصل موطنه، مش موطنه بلاد الشام. كيف بيصل للدول هاي؟ بتوقع أنا في الغالب إنه ممكن يكون بيض مع حزمان تم نقله هنا وناس أنتجوه. هذا بالعادة ممكن هيك يصير، أو إنه حدا جاب طير على البلاد فبالتالي تم الاعتناء فيه وصار. أنا بصراحة سألت الرجل كيف حصلت الجوز؟ قال لي أنا مرة اشتريتهم من شخص وربيتهم وأنتجت هذا الإنتاج، والآن ما عاد بدي إياهم، بدي أخلي جزء وأتصرف في جزء. فأنا اشتريت زي ما شفتوا اللقاء، اشتريت منه المجموعة. هذا الطير يا جماعة كان موجود عندي عندي في مجموعتي، لكن صار إنه جزء منها مرض ومات، وجزء منهم تم بيعهم لصديق لنا هيك قصدي فيهم، ففرطت للأسف في السلالة هاي قبل 3-4 سنوات وندمت. والآن الحمد لله رجعت هاي السلالة. هاي السلالة يا جماعة ميزاتها للناس اللي ربوها بيعرف. وانتم شايفين هذا الصوت؟ هذا كله البربري، هاي نغمة صوت البربري. الله يبارك. على كل هذا الطير يا جماعة إنتاج البيض منه بفضل الله غزير. الطير الإسباني بينتج كمية زيه زي الطير البلدي أو زي الأبيض، لكن أنا وجدته قريب للطير بلاد الشام، بينتج كمية بيض تفوق الكمية اللي عندنا، فهو منتج بشكل ممتاز كثير للبيض، مش زي سلالة البربري قليل ما ينتج. خصوبته ما عمري لاقيت فيها أي مشكل، بالعكس تأخذ البيض بشكل مخصب وممتاز. فشوفوا ما شاء الله ما أجمله. يعني أوريكم هذا الذكر. طبعا احنا كيف بنميز الذكر؟ طلعوا العقد كيف هاي، والراس يعني أدفش، شايفين؟ طلع خشونة المنظر موجودة. يعني هذه الأنثى أوريكم إياها، شايفين؟ أنا نقيت لكم ذكر وأنثى. طلعوا الأنثى كيف؟ راسها أنعم، نفس الإشي، الملامح قريبة من بعض، لكن طلعوا الروس. هذا خميل، هذا رفيع، وإجريها ما بيجي لها عقد، في جدرين رفاع مش إعراض. فسبحان من خلق هذه الطيور فأحسن خلقتها فأحسن خلقها. سبحان الله، طلعوا ما أجملها، إشي بتجنن. الحمد لله صارت هاي السلالة موجودة عندنا. شوف ما أجملها ما شاء الله، جد منظر بجنن صح؟ تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك لنا، الله يبارك لنا.
إن شاء الله يا جماعة. هيك عندي صار طير البلدي اللي هو بلاد الشام، وعندي هي الإسباني، وعندي البربري بلاد المغرب العربي، وعندي الحجل الأبيض. إن شاء الله عز وجل إنه ربنا بكرمنا ونجيب السلالات الثانية. لسه في سلالة العربي، سلالة الألبينو، الفلبين. إن شاء الله شوي شوي يعني إني بحصل باقي السلالات وبتكون من ضمن مجموعتي بإذن الله عز وجل، خطوة خطوة إن شاء الله. مع ساعة الغروب نشرب لنا كاسة شاي وهيك عند هالشنرات قبل ما نطلع صلاة المغرب. ختاما يا جماعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وتشير الحلقة وإرسال القناة للناس اللي بتهتم في طير الحجل حتى أنها تستفيد. وإن شاء الله إحنا معكم على تواصل. إذا في أي سؤال أي استفسار اتركوا لنا إياه في التعليق، إن شاء الله بنجاوبكم بما نعلم بإذن الله عز وجل. وشوفوا يعني هالأجواء الطيبة عند الحجلات، نأخذكم عليها. تبارك الله تبارك الله. شايفين هذا البربري كنت أحكي عنه قبل شوي، شوف كيف منظره. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا كمان بربري، شايفين قديش إنه شوي قريب من اللي حكينا عنه. هاي في عندنا الأبيض. هاي أهلا، هاي واقفات هون معزولات غاد.